وانسجاما مع الوثيقة الدستورية لسنة 2011 قد أضحت قيم السياسات العمومية من بين أهم المهام المسندة إلى البرلمان إلى جانب مهمتين التشريع والرقابة. ويسعى المغرب لتحقيق هذا التكامل في أقل من 5 سنوات. البروجي الأخضر سيساهم في استقطاب استثمارات مهمة وتطوير سلاسل صناعية جديدة ذات نسبة كربونية منخفضة مثل الفولاذ الأخضر. اليوم غنناقشوا على هذه السياسات العمومية وغنشوفوا السبل والاقتراحات ديال كل المتدخلين من أجل تقوية هذه المنظومة ديال الاستثمار والمنظومات الصناعية والمنظومات الاقتصادية ديال بلادنا باش نتمكنوا من توفير فرص شغل للشباب، باش أيضا نتمكنوا من التوزيع العادل ديال هذه الاستثمارات في جل أنحاء المملكة. هذا الموضوع موضوع هام، هذا الموضوع موضوع محوري وهو الأولوية ديال الحكومة في هذا الجزء الثاني من الولاية. يعني كاين تقاطب بين هذا التوجه ديال مجلس المستشارين اللجنة الموضوعاتية والتوجه ديال الحكومة. اليوم سيعقد مجلس المستشارين ندوة وطنية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، والغاية اليوم والهدف هو الاستماع إلى كل المتدخلين وإلى كل الفرقاء من أجل أن تكون هذه الندوة إحدى المحطات المرتبطة بعمل اللجنة الموضوعاتية انطلاقا من جلسات الاستماع مع القطاعات وصولا إلى تقرير متكامل راصد لمجال التشغيل والاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025. إذا تنتمنوا النجاح لهذه الندوة وكذلك أن تكون خلفية أكاديمية وفكرية للتقرير الموضوعاتي. الاستثمار هو أحسن طريقة لخلق الثروة وخلق فرص الشغل، وكما كنعرفوا الاستراتيجية الملكية ديال سيدنا الله ينصرو اللي دار ديال الدولة الاجتماعية، يعني الرافعة الأساسية لإنجاح هذه الاستراتيجية ديال الدولة الاجتماعية هو الاستثمار، لأن الاستثمار في خلق الثروة كيخلي واحد المجموعة كبيرة من المواطنين ديالنا اللي كيعرفوا الهشاشة أنهم تعطيهم فرص باش يعيشوا بكرامة ويكون عندهم مداخيل قارة إلى غير ذلك، وأحسن طريقة هو الاستثمار. إذن كما قلت الاستثمار الحمد لله بلادنا تمشي في اتجاه، هي غادية في اتجاه ديال إعطاء واحد الزخم للاستثمار في القطاع الخاص خصوصا، لأنه الهدف الأساس من تنزيل ميثاق الاستثمار هو إعطاء واحد الهامش مناورة أكبر للقطاع الخاص ليصل إلى نسبة 2/3 في الاستثمار العام في بلادنا، لأن لحد اليوم الاستثمار الخاص لا يساهم إلا بالثلث فقط، وهذا الهدف مهم جدا اللي كنعرفوا مؤسسة محمد السادس يعني التوجه الملكي السامي لأنه إعطاء واحد الزخم للقطاع الخاص باش يمكن له يلعب الدور منوطوي في بلادنا، خصوصا في هذه المحطات المهمة التي تنتظرنا كمونديال 2030. حاضرين في هذه الندوه المنظمه من طرف مجلس المستشارين، كنشكرهم على حفاوه الاستقبال وعلى هذه الندوه الجد قيمه وعلى المداخلات اللي كانوا في المستوى. كنشكروا ايضا السيد وزير رياض مزور على الاستقبال ديالو لنا وعلى اللقاء اللي كان لقاء جد مثمر، واللي كانت مناسبه ان نطرحوا مجموعه من التساؤلات. واليوم الموضوع ديال الاستثمار الاول راهينيته، لان منا مقبلين مجموعه من التحديات نظرا خاصه 2025 و2030، وبالتالي فهي مناسبه انها كتخلق لنا فرص شغل، كتنقصنا من نسب البطاله، واننا فوالا كتكون واحد التنميه اللي كيف ما بغينا نشوفوا المغرب غد. شكرا جزيلا لكم.